عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل حب وتقدير لجميع المتتبعين في مكان في هذا العالم، راكم عزاز وغاليين. الموضوع ديالنا غادي نطرقوا بزاف ديال المحاور اللي مهمه ولا تتشكل خطوره في هذا العالم الاحمر. نحتاجوا الى فيديو على اكبر نطاق واسع. علاش؟ لانني اول مره غادي نتكلم في هذا الموضوع ونشوفوا التفاعل ديالكم ونشوفوا التعليقات ديالكم اللي منها تنكتشفوا الحقيقه ولات في المواقع اكثر من الواقع. هادشي ولا خطير ولا تيضرب في الخاطر. ولكن قبل ما نتكلم على المرحومه سعاد واللي اول مره غادي نتكلم في هذا الموضوع، تنشكر خويا الاستاذ نوري القلب الكبير اللي استجب للطلب ديالي. شحال هادي كنت طلبتو وقلت له خويا العزيز رجاء خصك تدخل على الخط في قضيه سي محمد ولبنى ويسرى. انا ماذا بيا الاستاذ نوري يشد المواضيع ديال هاد الاسره المكلومه اللي تعرضت للظلم اللي تعرضت لانواع الظلم، عرفت اشنا هي الحقره بمعنى الكلمه. علاش اخترت بالضبط الاستاذ نوري؟ لان تنعرفوا استاذ المشاهير الا دار شي حاجه في راسو تتحقق. علاش؟ الكفاءه والتجربه. انسان تيحس بالاخر قبل ما كان هو محامي فهو انساني. فاليوم جيت نفتخر بيك وتنقول لك الله يكثر خيرك. شكرا على تلبيه الطلب. خذ الملف ديال هذه الاسره وكل واحد بالاسم خاص. يسرى تعرضت الابشع الظلم، يسرى تحقرات وتعرضت لابشع الظلم بالانواع ديالو. ماذا بيا حتى هي تاخذ الملف ديالها وانا تنعرفك غادي يجيب لها حقها. شكرا لك الاستاذ نوري على المجهودات الجباره. انت فعلا تستحق التتويج والتكريم وتستحق كل حب من المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. كنت غادي نديرو البارح المباشر، ماشي البارح، نهار كانت الجلسه، ولكن الاستاذ نوري كان عيان، كان قال لي نديرو المباشر البارح، ولكن حتى انا خرجوا لي التزامات. اذا هذا المباشر مازال مكتب مع الاستاذ نوري باش يعطينا المستجدات من والحقائق وشنو ان شاء الله اللي باقي مع هذه الاسره اللي تنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ياخذ حقهم. رغم ان لبنى كانت خطط في حقنا احنا كسواسه، انا كنت متضامنه مع لبنى، ولكن ما ردتش البال بان كاينه واحد السوسيه اللي تتمثل السواسه الحرار وتتناضل معها. بدات تتهضر على السحر وكأن السحر مختص بسوس. السحر فما مشيتي كاين في هذا العالم اختي، ولكن المستمع كريم قلنا ما كاين باس الضغوطات خلاتك تتهضري وما رديتيش البال انك جرحتي واحد الفئه، واحد الجهه اللي كانت تدعمك معنويا وكانت تدعي معاك، ولكن ما فيها باس. احنا نلتمسوا لك العذر ونقولوا عفى الله عما سلف. بالنسبه لاختنا المرحومه الله يرحمها ويوسع عليها، عمري ما تكلمت في هذا الموضوع. راجعوا القناه ديالي ما غاديش تلقاو حتى فيديو. علاش؟ لانني ما كنتش تنعرف بان هاد السيده فعلا ماتت مقتوله. انا كنت نقول غير شي واحد تينتقم من الاخر وكل واحد فين تيدعي ادعاءات وكل واحد باغي لا تسند السيده. علاش غادي نخرج نتكلم نتكلم على هذا الموضوع ونصدق ظلمت شي واحد؟ انا ما تنبغيش الظلم الا الظلم. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم، ونجي انا ندير شي فيديو بقى شاهد عليا يوم القيامه. الناس ردوا بالكم، راه كلشي تيفوت وتنقولوها وتنعاودوها. ها البارح كان الزنزال وخليتو كلشي موراكم باش نفعكم الادسنس، باش نفعكم التمويلات والفيلات اللي درتو بالادسنس. وليتو بحال ولينا بحال. اذا علاش تتخرجوا وتتناصروا هذا ضد هذا وما تكونش الهدف ديالكم هو الحقيقه؟ الصدق والحقيقه هو اللي خص يكون شعار اي يوتيوبر واليوتيوبرز بصفه عامه. خصهم يردوا البال ان الحقيقه هي اللي خصها تبان. اما باش نطلع لي في وناخذ الفلوس ديال الادسنس، راه هاودني منكم، ماشي شغلي. اللي بغى جهنم منو ليها، واللي بغى الجنه راه غير بكلمه طيبه ان شاء الله انتم لها.
خوتي العزاز، كانت صدمه كبيره ملي كنت البارح في المباشر وسمعت على لسان تحفه ان السيده ماتت مقتوله. تقرا تقرير ايما الحبيبه وتسمرت في بلاصتي، والله ما بقيت عرفت ما نقول. بقيت نهضر مع راسي كالمستيه تنقول لا ما يمكنش، لا ما يمكنش. واش لهاد الدرجه ولاو الناس يبيعوا دينهم واخرتهم وحياتهم بصفه عامه اللي غادي يقدوه في السجن؟ لان الروح عزيزه عند الله. غادي يبان المجرم طال الزمن او قصر. ما يمكنش هاد التلاعبات اللي ولينا تنشوفوها في هاد العالم الاحمر. الا ما تتغدى سعاد الله يرحمها ممكن حتى انا غدا يقتلوني مثلا. انا عارفه راسي دريوشه وما تنجبد حد، ولكن بحكم انها هي دريوشه وظريفه حتى انا دريوشه وظريفه. غدا نلقى شي واحد دار لي السم، علاش؟ غير انتقاما باش يحقق شي مآرب شخصيه مثلا. الله يحفظ السلامه. رغم انني انا ما عنديش اعداء، انا هي تنضرب لكم المثل الا ما جينا نوقفوا مع سعاد فممكن بنتي ولا انا ولا جارتي ولا الا المراه ما خصهاش تغصب في شبابها وما خصهاش تموت بهذه الطريقه. انا ما يمكن لياش نجزم ونقول شكون هو القاتل، ولكن الحقيقه بدات تتبان والخيوط بدات تتسرب. ما غاديش نجيو نتسرعوا، ولكن التحليل المنطقي وبالعقل كل شيء ولا باين. انا ما غاديش نشير بالاصابع، لانني كاع ما تنشير بالاصابع في المواضيع السهله لحتى شي واحد، فما بالك نشير بالاصبع ديالي لشي واحد بعينيه ونقول انت في القاتل. اللحيه واحد الروح بحال اللحيه الناس جميعه تنقولها بالدارجه. فكيفاش تقتل واحد للروح؟ فكأنك قتلتي الروح كاملة، فكأنما قتلتي البشرية كاملها. إذن ناقوس الخطر بدا تيدق، والصراعات بين الأطراف وباليوتيوبرز غادي تقدر تخلي الواحد يفكر أنه يقتل. ما يمكنش، يعني تجردوا من الإنسانية. يعني حتى الحيوان الكلب هو التالي، القطة هي التالية ما تقدرش تعطيها السم. او والله العظيم ملي تلقى شقتي تتألم وتتوجع على اساس انها شاربه شي سم، لان القطه تتبان تجي حدا فم الدار وتتعرفها مسكينه عطيها الغواط وتتحس بها تتوجع. قسما بالله وربي شاهد، البنيته عندي تجيب الحليب وما نعرفوا شنو غادي نديروا، كيفاش غنعتقوا ديك القطه. حنا ما عندناش هذوك الاطباء ديال اللي مختصين بالحيوان تجري بها فين غادي تديها وتتبقى حتى انت تتوجع معاها وتطلب الله سبحانه وتعالى يخود يشوف من حالها. فما بالك ام جوج بنيتات؟ ما يمكنش هادشي راه غادي يسطينا.